السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. حبيباتي، كيف حالكن؟ هل أنتن بخير؟ الحمد لله، إن شاء الله تكونوا بألف صحة. اليوم جبت لكم فكرة شابة واقتصادية بزاف. كما راكو تشوفوا عندي هنا القماش، وهذا القماش ماشي جديد، هذه بدعيات قدم، وراني غادي ندير لهم إعادة تدوير 100% بلا مصاريف بلا تعب، وبلمسة خياطة بسيطة نبدلو الدار كامل. إذا تحبي الأفكار الذكية والاقتصادية خليكي معايا وشوفي النتيجة كيفاش تخرج. كما راكي تشوفي اختي، هذا هو الكرسي اللي ناخد عليه المقاييس نتاعنا، نروحو نقيسو. عندنا هنايا 42 على 42، يعني مربع الشكل. نروحو نحطو القياسات على البونجادة ونقصو. ملاحظة أخواتاتي، القماش كي يكون يتكسل تقدري تنقصي من 1 إلى 2 سنتيمتر مقياس الكرسي، أما إذا كان ما يتكسلش تزيدي من 1 إلى 2 سنتيمتر. أنا كما راكو تشوفوا هنا قصيت وبقى لي الآخر، هي الزبونة تاعي قالت لي ديريهم لي دوبلي، مي ما قدنيش، بقات لي واحد شوفي القطعة هنايا، راني زدت لهم هكذا، زدت لهم قطع تاع البونج باش يجيو قد. انا نروح نلصقهم بلاكول كما راكم تشوفوا، ندير لهم لاكول هكذا، ونروح نغلفهم التغليفه الاولى بهذا الجباب القدم، والثانيه نديروا لهم هذاك القماش تاع النمر، يعني نغلفوهم مرتين.
هنا كما راكم تشوفون نروحو نخيطوهم ونخليو فتحة هكذا باش ندخلو. الآن كما غلفناهم بالغلاف الأول نعاودو نروح نفصلو هذاك الغلاف كما الأول وندخلوهم هكذا. كما راكم تشوفوا حبيباتي من جبات قدم خرجنا وقدرنا نخدموا قاعدات كراسة شابين. وصلنا لنهاية الفيديو، وإذا عجبتكم الفكرة ما تنسوش لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي آراءكم في التعليقات. مع السلامة.